كوبايات دقيق، حطينا عليهم 3 كوبايات ميه، حطينا عليهم رشه ملح، حطينا عليهم 3 معالق من الزيت بس، وقلبناه كويس جدا. هنعمل عجينه الكريب، بس لازم ترتاح شويه، يعني حوالي ساعه الا ربع، علشان لما تيجي تعمليها تسويها ما تقطعش منك في السوا. يبقى نقولها تاني: 3 كوبايات دقيق على 3 كوبايات ميه على 3 كوبايات على 3 معالق من الزيت على ربع معلقه ملح بس. وتحطي لغايه ما يبقى عامل زي صوص الكيكه كده، خفيف يعني. ولما نيجي نسويه هوريهولكم. هي دي عجينه الكريب بعد ما ارتاحت شويه. هنصبها في الشفشق كده، علشان الشفشق له بوز كده، علشان لما تيجي تصبي في الطاسه مش ينزل كله منك مره واحده. اهي يا جماعه فكت من الطاسه اهي، طلعت من الطاسه خالص اهي. قلبتها على الوشين، بس هي مش متسويه. اول واحده بتطلع ايه معاكي مش متسويه، او تاني واحده بتظبط شويه. ده يعتبر زي الرقاق الطري. ممكن تعمليه رقاق طري وممكن تعمليه كريب. احنا هنعمله النهارده كريب. دي حشوة الستريبس اهو في الكريب. قطعته قطع صغيرة كده وحطيت عليه الكاتشب والمايونيز، وهنقفله بقى. بياخد بس لون كده وبس، وهنشيله على طول.